نشر اليوم 6 جوان 2021 غلق فوري لفندق بالعاصمة بعد تدنيس العلم الوطني. أمرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية بتنفيذ إجراء الغلق الفوري وسحب رخصة الاستغلال للمؤسسة الفندقية المسمى ذو لقاسي أوتال The Legacy Hotel بالعاصمة، وذلك عقب حادثة تدنيس العلم الوطني على مستوى هذه المؤسسة. نهار أونلاين، وقد أوضحت الوزارة أنها بادرت فور علمها بالحادثة إلى تشكيل لجنة تحقيق ميدانية على رأسها المفتش العام بالوزارة، إجراء معاينة ميدانية بالفندق الواقع ببلدية حيدرة بولاية الجزائر، عقد اجتماع لدراسة نتائج المعاينة واتخاذ التدابير المناسبة. وأكدت الوزارة على عدم التساهل مع أي سلوك يمس برموز الدولة أو يخل بأخلاقيات المهنة الفندقية.